بإخلاء في 24 ساعة. شريتي مفتاح ما شريتيش دار. عليكم السلام أستاذ. وعليكم السلام. شراك لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. يا أستاذ أنا عندي 2010 شريت مفتاح. أيوه. وفي 2022 انت شريتي مفتاح ما شريتيش دار. دار تاع شريت مفتاح. لا اللي يشري دار يروح عند الموثق يكتب، واللي يشري مفتاح نعم أستاذ. واللي يشري كاتب عند الموثق. كتبتي عند الموثق. شريتي دار مالا؟ وي شريت الدار كتبت عند الموثق ودار لي وكالة، عقد وكالة بلي نتصرف في الدار. لا هذه باش الشريه يا سيدتي اسمحي لي، لازم الناس يعرفوا بأن هذه الطريقة طريقة خاطئة وطريقة تجعلك عرضة للنصب، لأنه اللي يبيع عن طريق عقد بيع كي تخرج من الموثق اقرا العقد تاعك تلقى فيها عقد بيع، وبعدها بأيام يسجل ويشهر، تروحي عند الموثق يدير لك وكالة، بمعنى أن اللي باع لك ما عندوش الوثائق. هو بس احنا درنا الموثق عقد وكالة. لا سيدتي لا انت راحتي تشري، اللي يشري يعطيو له عقد بيع ما يعطولوش وكالة. درناهم في زوج. علاش وعلاش ديري البيع وديري الوكالة؟ والله مش راح نقول لك. واش تقولي لي سيدتي؟ على بالك حنا احيانا نسمعوا قصص نراجعوا بان الشيء اللي قريناه غلط. الانسان لما يروح عند الموثق يبيع الواحد يعطي له عقد بيع فقط، تنتقل الملكيه عن طريق عقد البيع، ملكيه كامله بعد الاشهار. انت علاش دارك الوكاله؟ هذا هو كما ما سنة نكمل لك. في 2022 بعث لي القضاء إلى الدار بإخلاء في 24 ساعة على أساس أن خلعنا الدار وسكننا فيه. يا سيدتي سيدتي نعم. راكي رجعتي لهدرتي. هذا السيد ما باعلكش. السيد هذا كما قلت انت في الاول، قلتي عفوين باع لي المفتاح. قلت لك انا اللي يبيع الدار يبيعها عند الموثق بيع عقد توثيق. انت داك عند الموثق دالك وكاله ودالك اعتراف بدين. دار اعتراف بدين. ما قلتليش دار اعتراف بدين. هذه طريقه تاع النصابين. قلت لك دار اللي قلت لك في البدايه، قلت لك دارهم اللي في زوج. نعم هذه ماشي بيعه. لا المشكله ماهيش المشكله انه حب يخرجك. حب يخرجني. لا ما قال لي اعطيني رجعي لي داري نعاود نبيعها ونروح نشري طوموبيل. ولا اعطيني 500 مليون. ومن بعد رفع بيا دعوه في المحكمه باش يدير لك الطرد. ودارك الطرد باش يدير. لا ما دارليش. علاش؟ تقابلنا في المحكمه، تقابلنا في الجلسات والحكم كان برفض الدعوه على اساس انه مازال ما عندوش العقد. هو ما عندوش مازال تاعو بي جي. هي ما عندوش العقد. ما عندوش. هي او بي جي وهو ماهوش مخلص فيها وانا اللي خلصتها. نعم. عاود كسر بي الشرع. عاود كيف عطاه الزيد على كان الحكم برفض الدعوة حكم نهائي. المشكل تاعي هو درك في لوبيجي. نعم. لوبيجي قال لك نحن هذا الحكم ما نستعرفوش به. طبعا ما يستعرفوش به. نعم. نعم صحيح، لأنه هما ديوان الترقية والتسيير العقاري كمؤسسة تسير الأحياء السكنية وتسلم المساكن أيضا وتؤجر المساكن. هي تعرفه هو ما يعرفوكش انت. الآن وهذا يا أستاذ هذا الإنسان مش متحصل على مسكن واحد، متحصل على زوج. وش راح لك مرتين يدي سكن. وش راح لك انت فيه انت يا سيدتي؟ انت وش راح لك فيه عنده زوج سكنات ولا ثلاثة؟ انت الطريقة اللي شتي بها غالطة.
وتابعي معايا دوك نجاوبك سيدتي.